فاللي بيسعى لطلب الفلوس اسعى بإتقان وبأمانة، وهيوصلك رزقك المقسوم وتجازى عليه حسنات في الآخرة. ودي أعلى درجات التدين، الاجتهاد في الدنيا سعيا على المال الحلال. على فكرة ممكن تسعى على المال والأرزاق بالغش والانتهازية وأكل الحقوق وهيوصلك رزقك المقسوم، لكن بكرة يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. كنتوا بتنصروا بعض على السرقة والفساد في الدنيا، مش بتنصروا بعض دلوقتي ليه؟ أمام الله مستسلمين. عشان كده مش بس الأرزاق المادية، كمان أرزاق كسب قلوب الخلق. لو عايز تكسب قلب حد خد بالأسباب اللي ربنا وصفها لك في القرآن، وهي الإحسان. ولو مصدق ربنا هتشوف قد ايه هتفرق معاك في العلاقة. شوف ربك يقول ادفع بالتي